اشهر عربية كسكسي وقدوسية في مصر من اول 5 جنيه، مشهورة بالجمال والحلاوة والطعامة دي، معروفة ومشهورة بالزحمة جدا. كده هتجربها لان ريحة الكسكسي هتجيبك من على اخر الشارع. اقول لكم ايه اللي حصل واتخانقت مع صاحب المكان ليه، ده في الاخر هتعرفوه. دي كانت البقلاوة اللي عنده اللي متغرقة من القشطة، من عزيزية الكنافة اللوتي. مفيش حاجة من ايام زمان ودلوقتي مش هتلاقيها في المكان ده. بس كده، ده انت لو نفسك في اي حلويات هتلاقيها عندي. اول عربية كسكسي يعمل الكسكسي بالنوتيلا واللوتس وصوص البيستاشيو، مشهورة بالزحمة ما بتفضل. كمية الزحمة عنده بسم الله ما شاء الله. انت لو معدي من قدامها وعايز تروح في وقت روقان وهي فاضية، ما انصحكش ادخل على طول لان الزحمة مش هتفضل من عندها. انا اتصدمت لما لقيت كل الناس طالبة نفس طبق الكسكسي ده. اول حاجة غير الفطيرة والقدوسية، الحلويات والبقلاوة اللي غرقانة في القشطة، ودي اللي بيتميز بيها الراجل الطيب ده. اول حاجة تطلبها من عنده لازم تطلب طبق الكسكسي الغرقان النوتيلا ده. قلت لك طبق الكسكسي كده عليه جرنشة النوتيلا على اللبن على المكسرات، ده كان لازم اخد رأي الناس فيه، ومفيش حد ما طلبش الطبق ده. يعني انت لو رايح هتقولي ايه احسن حاجة عند العربية دي، هقول لك الطبق ده، بعديها الفطيرة والقدوسية. ده بقى طبق كسكسي كده متحلي باللبن على سكر على مكسرات على شوكولاتة على صوص شوكولاتة على جرنشة الشوكولاتة بتاعت الرملة دي مع الزبيب وجوز الهند. ده للناس اللي مزاجها عالي، اهجم كده ينزل في القلب مش في المعدة. انا الصراحة ما بطلت شكل لما خلصت كله. بعد كده دخلنا على القدوسية، شوحها لك بالزبدة زي ما انت شايف كده. لازم تتغرق في الزبدة كويس جدا كده، يغرفها لك بالطبق ويرش لك عليها زبدة تاني وعسل. تبدأ من اول 10 جنيه، واغلى حاجة عنده 45 جنيه في القدوسية. عايز اقول لك بقى ان هي كانت سخنة موحوح، دي اللي هيحبوها اكتر الناس الكبيرة لانها مشهورة من زمان جدا. بص كده الدخان اللي طالع ده ما تسيبوه، هجم كده ينزل في القلب مش في المعدة. المرة دي كانت طازة اطيس حاجة عنده. كمية الزحمة اللي كانت عنده انا ما كنتش عارف اصور من كتر الناس اللي كانت عمالة تطلب في طبق الكسكسي والقدوسية والحلويات اللي انتوا شايفينها. انت بقى متخيل ان الطبق ده كده كله ب 25 جنيه في جميع الحلويات اللي انت ممكن تتخيلها بتاعت زمان والجديدة. تعال اقول لك بقى بيتكون من ايه. قطعة القشطة جوه كانت لذيذة بطريقة مش طبيعية، هي بتبظ كده منك. اول حاجة هتحس بطعم العسل مع البقلاوة كانت خطير. ده كده بيتكون كمان من كنافة لوت، كان الكيلو منها عامل 120 جنيه. انت متخيل؟ في كمان منها ب 10 جنيه عادي. وانت بقى من عشاق الحاجات بتاعت زمان ودلوقتي الحاجات الحرش، برشح لك الكنافة اللي بالقشطة دي، كانت طرية جدا وبتدوب في البق للناس الرايقة واللي دماغها عالية جدا. طب لو عايز تاكل حاجات بيتي فرشح لك الكيكة اللي بالفراولة دي. عادي ممكن تطلب منها طبق ب 10 جنيه والكيلو منها عامل 100 جنيه. مصدوم بجد. لو بتحب بقى الحاجات الهشة الطرية تطلب العزازية اللي متغرقة في اللبن من جوه دي، كانت حاجة لذيذة على جمال. انما لو عايز تتدلع بقى فتدخل على المدلع الغرقانة في الفراولة والصوص عليها كل اللي قلبك يحبه. صراحة خفيفة من جوه ومن بره. صراحة قعدت اكل فيها كده ما شبعتش منها فطلبت كيلو كمان. من عشاق اللوتس والشوكولاتة كده كنت تطلب كيكة لوتس تبدأ من اول 10 جنيه برضو، والكيلو منها عامل 100 جنيه. كانت خطير. بس للاسف كانت الجريمة لسه ما انتهت. فطيرة عنده اللي كل الناس اللي كانت واقفة لقيتها طالباها كان لازم اجربها. دي فطيرة بينزل لك عليها كده على الجريل بالزبدة، بعد كده يغرقها لك لبن وشوكولاتة، تلاقيها بتسيح كده ورشة شوكولاتة يا باشا، وهجم ينزل في القلب مش في المعدة. عمرك في حياتك ما هتدوق فطيرة شوكولاتة حلوة باللذاذة دي. كان لازم ادوق منها. ناس من العربية لقيتهم طلبوا منها وهم كمان. انا بقى اتخانقت مع صاحب المكان قال لي لا استنى رايح فين، ده انا هدوقك حاجة بكل اللي انت دقته ده. القشطوطة اللي ب 35 جنيه كانت غرقانة في اللبن، الهول مليانة طرقعة ومرقعة. المكان ده هو ست فريدة اللي في قلعة السمك اللي في بحري. العروض بتبدأ من اول 5 و10 جنيه. بيست فريند هيعزمك على المكان.